أنا اشتغلت على موضوع أنا أولا علاقاتي بالحركات الإسلامية لا تخطر على بال إنسان. نعم. وصداقاتي بهم أيضا وأفتخر بذلك. أنا مرأة لم ولن أخجل أني أنا محيطي بصورة عامة متنوع متعدد من كل الأطياف، لكن ذوي التوجه الإسلامي أنا أحب، ربما لأنه بيئتي هكذا، لأنه تربيتي هكذا. اشتغلنا برامج عن الحركات الإسلامية، حاولنا نقرب الناس لبعض. بعدين أنا النهضة أصحابي ناسي، دخلنا البيوت بعض، نموذجا نحكي وحماس وغيرها، نعرف يعني تقريبا كل الحركات الإسلامية. هؤلاء الناس يحبون يعني يرحبون بكل من يناصرهم أو ينصرهم وهم في المعارضة. حين كانوا مقموعين رحبوا بنا، حين جلسوا على الكرسي لا صديق لهم، لا صاحب لهم، لا يعترفوا لا بالبارح ولا ذاكرة لهم، ولا يعترفون لا بجميل لا قريب ولا بعيد. هذه أولا ليست من صفات المتدين، هذا أولا. يعني هم نقضوا تاريخهم إلى درجة أني أنا أتساءل هل كانوا وهم معارضون يقولون الصدق أم هم الآن في لحظة صدق؟ أنا أعتقد هم الآن في لحظة صدق، وكل ما سبق ذلك هو زيف ونصب واحتيال واحتيال. هذه حقيقتهم. نعم. ناس ما عندهمش صاحب يا أخي. يجي هذاك الإيطالي لغزة يذبح، هو يحب إيطالي ناصر القضية، لكن في نفس الوقت هو الكافر. حين أخذوا الحكم لا شريك لهم. نعم. لا شريك لهم، ناس لا يعترفوا بأحد حتى لو كان إسلامي آخر. بعدين من اكتشافات الثورة المباركة اللي كسرت ظهرنا، طبعا أكيد ليست مباركة بالنسبة لي ولكن من باب السخرية. نعم. أنه كنا نقول هناك تباين بين الحركات الإسلامية في الفكر، أنه في فرق بين النفس المعتدل، الخط الأردوغاني، النهضة. تعرف النهضة كان يقال عنها في الخليج أنها العلمانية الإسلامية، تخيل. وكنت أزعل أنا، كيف تقولوا يعني تشككون في المغاربة ونحن أبناء المذهب المالكي ومش عارفة، كلام اللي ندمت عليه كله أصلا يعني. نعم. أنا اليوم اكتشفت أنه كل هالحركات معظمها حين يلمسون كرسي الحكم هم وهابيون فكرا وسلوكا، وفي ماضيهم وفي مستقبلهم. هم وهابيون. من يقول لي الآن، من يريد أن يقنعني أن حركات الاعتدال الإسلامي اللي كنا نلتقي معهم في مؤتمرات نحكي عن الأديان وشو هذاك تبع حوار الحضارات، فهمتني؟ اللي كان يبيعوا. أنا الآن اكتشفت في هذا العمر أني ضيعت عمري في غبائي. أنا مرأة اكتشفت ذات صباح أني لم أعرف الناس. راح العمر ونحن لا نعرف من هم. ساعدنا في وهم، نحن لأنه نحب هالأمة ساعدنا في نصرة الوهم. نحن ساعدنا في إرجاع الحق لناس كانوا مظلومين لكنهم ما يخافوا الله. أقولها وأنا موجوعة على العمر اللي راح، لما أكتشف أنه كل عملي كل حلقاتي كل برامجي كل علاقاتي طلعت ما أعرف شيء. أنا مرأة لا أعرف شيء. اسألني من هم الإسلاميون أقول لك أنا لا أعرف من هم، ما نعرفهمش. وطوبى لو ما زلت أعرف هؤلاء الناس، أنا ما نعرفهمش. كليت معاهم، سهرت معاهم، صليت معاهم، أنا ما نعرفهمش. وهم لا يعرفون أحد ولا يعترفون بأحد. سراق، نعم سرقوا كل شيء، سرقوا كل شيء. يا ما أحلى أيام بن علي. بن علي بقينا سنوات في الغربة لكن كان عندنا أمل العودة. الآن حتى الحلم بالعودة راح. الحلم بالعودة لأنه كان نظام سابق يتحدث بقانون. اللي يحكي لك بالله ومحمد يعني لا يخاف لا الله ولا محمد. اللي يقطع رزقك وعنقك ورجلك من بلدك بسم الله وباسم الرسول فهو نصاب ومجرم وقادر إذا قدر يكذب على الله، ما يقدرش يكذب